عايزك تقول لي كده كام مرة فتحت موبايلك النهاردة ودوست على الشاشة كام مرة وقعدت كام ساعة على التليفون النهاردة؟ بيتهيألي كتير صح؟ احنا عايشين في عالم رقمي لدرجة ان الموبايل بقى جزء من ايدينا والانترنت بقى زي الاكسجين اللي بنتنفسه. بس في سؤال اهم بكتير من مجرد ايه اللي بتعمله اونلاين. السؤال الحقيقي هو مين اللي بيتحكم في اللي انت بتعمله ومين اللي بيوجهك، وهل ممكن الاي اي يسرق وعيك من غير ما تحس؟ صباح ومساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو، ونبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل في فيديو النهاردة ونشوف قصة سرقة الوعي. أنا عارف إن ممكن تكون الكلمة دي تقيلة شوية، بيسرق وعيك، بس تخيل معايا كل دوس على التليفون وكل لايك بتعمله وكل ثانية بتقضيها أونلاين بتتحول لبيانات، والبيانات دي بيستخدمها كيان ذكي غير بشري وعلشان يعرفك أكتر من نفسك ويوجه قراراتك ويتحكم كمان في انتباهك. ده بنسبة كبيرة جدا بيحصل دلوقتي معاك. علشان نفهم ال AI بيسرق ازاي وعينا لازم نفهم الأول ازاي بيعرف. الموضوع مش مجرد برامج ذكية، عايزك تتخيل معايا الخوارزميات دي كائنات حية، والخوارزميات دي بتتغذى على بياناتك وبتنمو وتتطور بناء عليها. يعني بياناتك هي الوقود، كل مكان بتدوس عليه في أي تطبيق أو موقع، كل فيديو بتشوفه، كل صورة بتقف عليها، كل كلمة بحث بتكتبها في الويب، كل لايك وكومنت وشير بتعمله، ال AI مش بس بيسجله عنده، ده بياخد الحاجات دي كلها وبيحللها وبيعمل ملف شخص دقيق عنك انت، ومن ده بيعرف ايه اللي انت بتحبه وايه اللي بتكرهه، وحتى بيعرف حالتك المزاجية. وخلي بالك الكلام اللي انا بقوله لك ده من مصادر موثوقة، يعني فعلا ده حقيقي. وساعتها بعدها ال AI بيكون عرفك كويس، وساعتها بيستخدم المعلومات اللي جمعها دي علشان يوجهك بطريقة متطورة شوية. طب يعني هو هيستفاد ايه من الكلام ده؟ نقطة بسيطة جدا، التسويق. بيستخدم عقلك الباطن في التسويق، مش مجرد انك بتشوف اعلان كده وخلاص. بمعنى عمرك اتكلمت عن منتج وفتحت الفيسبوك، انستجرام، اي منصة ولقيت المنتج ده قصادك؟ دي مش صدفة. ال AI قدر يربط ما بين اهتماماتك واي بيانات صوتية دخلت، يوجه الاعلان الصح في الوقت الصح. في الاعلانات دلوقتي برضه انت مش بتبيع منتج بس، ده انت بتبيع كمان احساس. يعني ال AI بيعرف ايه انواع المحتوى او الرسائل اللي بتثير عندك مشاعر معينة زي القلق، الخوف، السعادة، وبيستخدمها علشان يربط المنتج ده بالشعور اللي انت حاسه دلوقتي. يعني ممكن يعرض لك منتج ويخليك تشوف المنتج ده حاجة مهمة كبيرة جدا في حياتك، ولو مش موجود يبقى في حاجة كبيرة جدا ناقصة. من الآخر فكرة المبيعات أصلا بتقوم على الاحتياج، فهو لو عمل لك إيحاء الاحتياج خلاك محتاج الحاجة دي، انت بالتالي خلاص كده اشتريت. الذكاء الاصطناعي بيتحكم عموما في اللي بتشوفه، يعني بيقيد الرؤية بتاعتك في كل مواقع التواصل الاجتماعي، بيشوف انت بتحب ايه ويعرضه لك اكتر. ده ببساطة كده بيكون عنده شوية خوارزميات بيستخدمها علشان يخليك تقعد أطول فترة ممكنة على التليفون اللي في إيدك. عشان كده بالتالي بيوريك المحتوى اللي انت بتحبه، وبنسبة كبيرة جدا بيخفي عنك أي محتوى بيثير غضبك أو محتوى تاني يعارض أفكارك أو يوسع مدارجك. ولو بتؤمن بفكرة معينة ال AI بيفضل يكررها لك. ده كمان بيخليك تحس إن رأيك هو الصح، وبنسبة كبيرة بيخلالك إن كل الناس بتفكر زيك، تنفصل عن الواقع اللي فيه آراء تانية مختلفة عنك. وده بيفتح باب خطير جدا للتلاعب بالرأي العام. يعني ممكن جهات معينة تستغل ال AI علشان توجه أفكار الناس لحاجة معينة. وخلي بالك في حاجة كمان تانية، ال AI بيتحكم في أغلى حاجة عندك، الوقت وانتباهك، وده بيخلق نوع جديد من الإدمان، إدمان الشاشات اللي هو الدوبامين. يعني بفكرة بسيطة كده، التطبيقات مصممة بشكل احترافي علشان تخليك تقضي أطول وقت ممكن، زي اللايك، الإشعارات اللي بتجيلك، السكرول، كل ده طبعا بيستهدف وبيخليك تدور على جرعة الدوبامين اللي بتحسسك بالرضا، وبالتالي بيخلي قدرتك على التركيز بتقل بشكل كبير جدا. بتلاقي نفسك بتزهق أو بتروح من حاجة لحاجة تانية بسرعة، وما بقتش تقعد على حاجة واحدة أو مهمة واحدة فترة طويلة، وساعتها بتفقد قدرتك على التفكير العميق.
وبالتالي لما تكون مدمن الدوبامين اللي هو إدمان الشاشات بتفقد وعيك باللي حواليك وبالعلاقات الحقيقية وحتى كمان بنفسك. طب ازاي تلحق وعيك؟ بص، الحل مش انك ترمي موبايلك وتقول انا خلاص انا كده مش هستخدم التليفون تاني. الحل انك تكون واعي ومدرك للي انت بتعمله على التليفون. يعني ادخل كده على التطبيقات اللي عندك وخش على الاعدادات الخصوصية بتاعت كل تطبيق وشوف هو انت سامح له بايه ومش سامح له بايه. وعايزك كمان تقلل البيانات اللي بتشاركها، يعني عايزك تحسب كل سجلاتك بشكل دوري وحدد وقت الشاشة. بمعنى ممكن تستخدم تطبيق بعد عدد معين يفكرك بس كفاية كده على التليفون النهاردة. ما تعتمدش على أي مصدر واحد من الأخبار أو المعلومات، وعايزك تخصص وقت كل يوم أو كل أسبوع تكون بعيد فيه تماما عن أي شاشة. وزي ما شفنا إن ال AI مش أداة بس عشان تساعدنا أو تضرنا، هو كده كده قوة جبرية إذا كان غيرت أو هتغير تفكيرك. بس عايزك تفكر في السؤال ده، وهو السؤال مش ال AI هيسرق وعيك، السؤال الحقيقي هو انت هتسمح له ان هو يسرق وعيك؟ الفكرة كلها انت اللي بتحدد، المفروض انت اللي عندك القوة، والاي اي عبارة عن أداة وأكيد هتكون خطيرة لو سمحت لها تستخدمك من غير وعي. عايزك تحافظ على وعيك وانتباهك علشان احنا في عالم مش مفهوم. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. ما تنساش تعمل الشير علشان الموضوع ده فعلا خطير. أشوفكم على خير، سلام.